عبد الغني محمد السعيد، ده شاب من شباب الثوره بالمنصوره. هو راح سعادتك القاهره يوم الجمعه 5 اغسطس لحضور حفل تكريم اسر الشهداء، وتم اعتقاله من امام مسجد عمر مكرم. ومن يوم هذا هو تم اعتقاله في الشرطه العسكريه، وتم ضربه لما ادى النهارده ما يستطيعش الحركه. محمد ما بيقدرش يمشي، اتكسر له فقرتين. انا بناشد المجلس العسكري ان يتم الافراج عن محمد عبد الغني اسوأ من ناشط لؤي نجاتي، وهي اسماء محفوظ. الناس دي عشان وراها مين؟ منظمات حقوق الانسان العالميه ولا صوتهم واصل؟ لان هم من الناس المشاهير، لان السفيره الامريكيه اتدخلت في الموضوع. السفيره الامريكيه اتدخلت في الموضوع. ابني لسه النهارده عنده 18 سنه. المحاكمه الثانيه على كليه حقوق. المحاكمه الثانيه الجلسه يوم السبت 20/8 بكره. المحاضر كلها ملفقه. الاف الشباب دلوقتي المحاضر ملفقه في السجون. النهارده محمد كان من الصور ماشي على رجليه. محمد النهارده اصبح كسيح وما بيستطيعش الحركه. الشرطه احنا قدمنا ببلاغ للشرطه العسكريه وبلاغ للمستشار العسكري رئيس النيابه العسكرية. الشرطه العسكريه قالت احنا بنقول ان احنا ضربناه وكسرناه، واللي انتوا عايزينه تعملوه اعملوه. سعادتك في جلسه 2/8/8 المحامين طلبوا الافراج عن محمد عبد الغني، الافراج الصحي، لانه النهارده ما بيستطيعش انه يمشي. ضربوه وكسروا سعادتك ظهره، عنده كسر في النقلات في الظهر. والله هو حاليا في مستشفى السجن. انا عاوز اقول ان ده شاب من الثوار مش بلطجي. المجلس العسكري بيقول امبارح في برنامج الحقيقه، بيقول لك المجلس اللي فيه حد من الثوار يقول لنا واحنا نفرج عنه. كل المنصوره تشهد ان محمد طالب ثانويه عامه من الثوار. نفس القوى السياسيه تساندنا. القوى السياسيه تساندنا يا جماعه. القضيه قضيه سياسيه مش قضيه مش قانون. محمد هيتحبس من قانون يا جماعه. رفض يصير قضيه محمد على اساس ما يدخلش بصوره مع المجلس. الموضوع يبص ليه بنظره الابوه بروح الشفقه. شاب مستقبله بيضيع يا جماعه. صوت يوصل فين؟ هي دي جزاء الثوره. هل شباب الثوره اللي خرجوا في الثوره يتحبس؟ محمد يتحبس ليه؟ لان محمد وقف قدام جامع عمر مكرم يا جماعه يوم الجمعه 5 اغسطس مع مجموعه شباب من المنصوره، وقال له يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح. قوى الثوره اللي هنا فين؟ في حد من قوى الاحزاب هنا؟ فين؟ نفسي حد كان يأيدني يقف معايا يوصل صوته يوصل لمصر. كل الناس فين الناس؟ انه صوته يوصل للمشير. بناشده بصفته الاب لكل المصريين، بصفه الرحمه بعين الشفعه. شاب عنده 18 سنه مرشح لكليه الحقوق، حقوق المنصوره، ذنبه كله انه ذهب للقاهره وهو من شباب الثوره عشان يكرم اسر الشهداء. احنا بنناشد المشير، كل الاباء كل الناس بنناشد المشير يطلع عفو سياسي حرصا على مستقبل الاطفال دول. يعتبروا اطفال اللي عنده 18 سنه شباب، هم دول اجيال مصر القادمه. فانا بناشد المجلس العسكري وبناشدكم. محمد شاب زيكم، محمد شاب لسه يبدا حياته زيكم. انا اخترقت كل الابواب. انا راجل موظف، انا راجل محاسب في الكهرباء. اخوه في كليه، اخته في كليه، اخوه الثاني عمه دكتور. ما عندناش بلطجيه ولا عندنا اي حاجه، كلنا اسره متعلمه. واذا كان ابني اخطا يا جماعه ان هدف للشهيد، انا بعتصر للمجلس العسكري بالنيابه عن ابني وهو قاصر. انا اسف يا سياده المشير، المجلس فوق راسي، المجلس فوق راسي. انا استعين بالله، استعين بالله، استعين بالله، استعين بالله سبحانه وتعالى. هو خير ناصر، هو